السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم في قناه ياسمين كيتشن في وصفه وفيديو جديد. اليوم غادي نوجد معكم حلوه الغراف، حلوه ديال الزمان ديال الزمن الجميل، حلوه اللي اقتصاديه جدا، المقادير ديالها بساط متوفرين في كل بيت، والطريقه ديالها سهله بزاف. غادي نشاركها معكم بالتفصيل والنتيجه كتجي رائعه جدا. كتجي لذيذه بزاف ومقرمشه، اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تنال اعجابكم. ما نطولش عليكم وندوزو على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غادي نحتاجو في المقادير 500 غرام ديال الدقيق ابيض او دقيق فرص. انا هنايا غادي نشارك معكم هاد الكميه هادي، وانتم بطبيعه الحال الا بغيتو ديروا كميه كثيره غادي تضاعفوا المقادير. ضفت عليه معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال سكر حبيبات، خماره وحده من فئه 8 غرام ما يعادل معلقه صغيره عامره، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الخل. وغادي نحتاجو الماء باش غادي نجمعوا العجينه ديالنا. الماء عادي عمرته من الروبيني، يعني ما كيكون لا سخون ولا دافي. صافي على هذا الشكل هذا كنبقى هكا كنضيف الماء بشويه بشويه وانا كنجمع العجينه. بالنسبه للقوام ديال هاد العجينه هذه كتكون قصح من العجينه ديال المسمن، يعني حاولوا تضيفوا الماء غير بشويه بشويه وانتم كتجمعوا العجينه ديالكم باش هكا ما تجيكمش خفيفه. المهم حاولوا العجينه ديالكم تخلوها قاصحه وكتكون شاده في راسها مزيان كيف ما كتشوفوا. كنضيف الماء هكا غير شويه بشويه وانا كنجمع حتى غادي ندخل ديك الكميه ديال الدقيق كامله في العجينه، وكنحصل لواحد العجينه اللي كتكون هكا متماسكه وكتكون قاصحه واحد شويه. صافي كندلكها هكا واحد شويه، يعني غير كنديها ونجيبها هكا ما بين يدي، ما كندلكاش بزاف، غير كنديها ونجيبها على هذا الشكل هذا. قياس واحد 2 دقائق وصافي وكنجمعها. انا غادي نوريكم القوام ديالها كيفاش كيكون. كيف ما كتشوفوا كتكون قاصحه وشاده في راسها مزيان. دابا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليها ترتاح واحد ربع ساعه، وعاد غادي ندوز نشكلها. من بعد ما ارتاحت العجينه داك ربع ساعه، شوفوا القوام ديالها دابا كيفاش تبدل وكيفاش ولات رطبه ولينه جدا وكتبان بحال اللي راها شبعانه دليك. المهم دابا غادي ندوزو نشكلوها. غادي نحتاجو شويه ديال الزيت كنبقاو هكا ندهنوا به يدينا، وغادي نشكل منها كويرات يكونوا صغار ونحاول نديرهم يكونوا متساويين في الحجم. تقدروا ديروا الميزان هكا، اللي بغى يدير الميزان باش يجيوه هكا كلهم قد يقدر يدير الميزان. انا كندير هكا غير عيني ميزاني وكنشكل هكا كويرات يكونوا صغيورين. هاد الكميه ديال العجين اللي شاركت معكم خرجت ليا 12 كره هكا صغيره كيف ما غادي تشوفوا معايا. الطريقه اللي كنديروا ديما بحال اللي كنشكلوا المسمن، كندهنوا يدينا بالزيت وكنشكلوا هكا كويرات يكونوا متساويين في الحجم، ونحاولوا اننا نصغروا يدينا نديروهم يكونوا صغيورين. غادي نستمر على نفس الكيفيه حتى نكمل الكميه ديال العجين اللي عندي كامله. من بعد ما كملت العجينه كامله هكا وشكلت هاد الكويرات هادو، غادي ندهنهم بالزيت هكا من وجههم باش ما يديروش ليا داك التشققات من الوجه. غادي ندهنهم بالزيت مزيان وغادي نرجع نغطيهم عاوتاني بالبلاستيك الغذائي، وغادي نستنى عليهم هكا واحد 5 دقائق هكاك باش يترخفوا شويه، وعاد غادي ندوزو نشكلوهم. بالنسبه اخواتي للغرف فين غادي نطيب الحلوى، غادي نستعمل هذا الغرف هذا عاده كدار فيه القهوه، ولكن بما انه توفر عندي فانا غادي نستعمله وغادي نطيب فيه هذه الحلوى هذه. وإلا ما توفرش عندكم لا بحال هذا الغرف هذا او الغرف الاساسي اللي كدار فيه هذه الحلوى هذه نيت، تقدروا تستعملوا غير شي كاسرونه هكا عندكم في الدار صغيره كيف ما وريتكم، حتى هي يعني كدار فيها هذه الحلوى هذه وكتجي زوينه. هنايا من بعد ما ارتاحوا دوك الكويرات ديال العجينه شويه غادي ندوزو نشكلوهم. كندهنوا سطح العمل بشويش ديال الزيت، وكناخذوا هكا كويره ديال العجين وغادي نسرحها مزيان. كنسرحوها مزيان بحال ما كنديروا المسمن، يعني خاصها تسرح مزيان وما تبقاش غليظه.
نحاولوا نسرحوا العجينه ديالنا مزيان، كل ما سرحناها مزيان كتجينا الحلوه ديالنا زوينه وكتجي مقرمشه. العكس الا بقات هكا العجينه غليظه في القلي بحال كتحمر هكا وكطيب غير من برا، ومن داخل ملي كتحلي هكا الحلوه ديالك ولا ملي كتقسميها كتلقايها من داخل مازال يعني ما وصلهاش الطياب، مازال بيضه. كما شفتوا هنايا من بعد ما سرحت ديك الكويره د العجينه مزيان على هذا الشكل هذا، حتى المهم واخا تقطع لكم العجينه ماشي مشكل. المهم حاولوا كيف ما قلت لكم تسرحوها قدر الامكان. صافي هنايا كتاخذوا شي موس يكون ماضي ولا القطعه ديال البيتزا، وكتبداو هكا كديروا خطيطات على هذا الشكل هذا. كنديروا خطوط هكا غير في الوسط، نحاولوا يعني ما نوصلوش حتى للطرف ديال العجينه، غير في الوسط على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نبداو كنهزو دوك الاشرطه ديال العجينه اللي قطعنا على هذا الشكل هذا، كنهزو شريط وكنخليه واحد. طريقه سهله وموضحه اخواتي في الفيديو. كنبقاو هكا غاديين كنهزو شريط، وهذاك اللي حداه كنفوتوه ما كنهزوهش حتى كنكملوا دوك الاشرطه كاملين ديال العجينه اللي عندنا. صافي وكنهزوها هكا كامله وكنحطوها تقلى. الزيت اللي كتكون سخونه هكا على نار متوسطه، وغير كنحطوا هكا الحلوه ديالنا في الكسرونه او الغراف فين كنطيبوا، نكونوا موجدين شي قطيب بحال هذاك اللي كنستعملوه في الشوا، وكنبداو هكا كندوروا على هذا الشكل هذا باش هكا كتجينا مقاده وكيجي الشكل ديالها ملي كطيب بحال الوريضه. ملي تحطوا الحلوه ديالكم اخواتي هكا في الكسرونه او الغراف فين كطيبوا، وشفتوا داك الزيت طلع بحال اللي غادي يفيض لكم، مباشره كتهزوا هكا الغراف او الكسرونه ديالكم هكا كتهزوهم شويه من فوق البوطه، غير كيهبط داك الزيت وصافي. وكتعاودوا تحطوا الكسرونه ديالكم او الغراف وصافي، وكتكملوا الطياب من الحلوه ديالكم، وكتبقاو مقابلينها كل مره كتقلبوها على جهه حتى كتحمر هكا من جوج جوايه، وكتاخذ هكا اللون يكون محمر زوين. صافي وكتجبدوها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها كيف كتجي. كيف ما شفتوا حلوى اللي جد اقتصاديه، المقادير ديالها بساط بزاف، الطريقه ديالها كذلك سهله وكتجي زوينه، المذاق ديالها كيجي رائع جدا وكتجي مقرمشه بزاف بزاف. هنا بالنسبه للتزيين اخواتي كيبقى اختياري. كاين اللي كيدردر عليها سكر كلاصي، كاين اللي كيدير عليها العسل ويدردر عليها الزنجلان او اللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي. دائما التزيين كيبقى اختياري. انا هنايا غادي نزين معكم هكا وحيده، درت عليها شويه ديال العسل وشويه ديال الكاوكاو كونكاسي، وهكا الشكل ديالها من بعد ما كتزين كتجي على هذا الشكل هذا، وراه كتجي زوينه بزاف. اكيد ان شاء الله الا جربتوها غادي تنال اعجابكم. كيف ما جرت العاده غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا من داخل تاني كيف كتجي وشحال كتجي مقرمشه. وهذا ما كان اخواتي، وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا اعجابكم، ونتلاقاو في وصفه وفي فيديو اخر ان شاء الله، وبسلام عليكم.